السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وبألف صحة اللهم آمين يا رب العالمين. بُصّوا كده حبيت أبدأ معاكم بأول حاجة بالطاقة الإيجابية اللي هي الأوضة المفروشة اللي بعد كده هتشوفوا بُصّوا بقى العجب العجب برّه. دي تاني مرّة الحقيقة ينزل فيها الفيديو لإن الصوت ما كانش موجود، مش عارفة ليه إيه المشكلة بصراحة مش عارفة. فبدأت أسجّله تاني مرّة ويا رب بقى ينزل تاني مرّة كده بصوت، فمش عارفة والله الدنيا بقى إيه هتضبط إيه. بُصّوا بقى الدنيا الreception برّه عامل إزاي، لا يسُر عدو ولا حبيب فرح، هيصة، هيصة كده يعني بُصّوا زي ما تقولوا قولوا بقى مش قادرة أقول لكم على المنظر عامل إزاي. غسيل مرمي هنا، دباديب مرمية هنا، حاجات كده بُصّوا مش قادرة أقول لكم بقى. كل حاجة مش في مكانها، يعني بمعنى أصح مش في مكانها. بس، فقُلت بقى إيه، لأ، حابة power كده وطاقة ونشاط، قومي يا أختي يالّا بلاها كسل، قومي يا حبيبتي يالّا نضّفي. أنا باكلّم نَفْسي على فكرة، باقول لنَفْسي، وارجع تاني أقعد، وشوية واكلّم نَفْسي واقول لأ، مش هينفع، طَب مين هيعمل لي؟ لأ، أنا لازم أقوم، لأ خلاص لا مَفَر لازم أقوم. فاقعد أكلّم نَفْسي كده لغاية ما إيه، ما آخُد حبوب الشجاعة وابدأ إن أنا بقى إيه، خلاص كده الpower جِه والطاقة جات والحمد لله هنقوم نخلّص ونعمل كل حاجة. بس. فقُمت بقى قُلت لأ خلاص لازم بقى إيه، أقوم أخلّص الreception ده، يعني النهارده الreception ده كُلّه لازم يخلص، حُطّي كده هدف أول ما تبدئي يومِك وقولي لأ أنا هاخلّص كذا النهارده وهاخلّص كذا النهارده وهاعمل كل ده، أول حاجة تعمليها في بداية يومِك إنِّك تحُطّي هدف، وبعد كده خلاص ربنا إن شاء الله هيعينِك، وزي ما قُلنا قبل ما بنبدأ أي حاجة بنعمل إيه، بنحتسب كل حاجة عند ربنا، يعني بنتوكّل على الله كده ونسمّي الله ونعقد النية وكل حاجة طبعًا إيه، هتبقى في ميزان حسناتنا إن شاء الله. كل حاجة بنعملها في بيتنا لولادنا ولحبايبنا بتبقى إيه، في ميزان حسناتنا. بس. فقُلت بقى لأ خلاص يالّا بقى، قومي بقى اتنشّطي، حطيت الهدف النهارده على الreception وقُلت يالّا، وكمان والله مش قادرة أقول لكم مش الreception بس، أنا كمان طلّعت الشتوي، عملت حاجات كتير أوي في اليوم ده، اليوم ده عملت حاجات فيه كتير جدًا يعني مش قادرة أقول لكم يعني super hero بقى، النهارده كنت super hero يعني تاني يوم super miro يعني مش قادرة أقول لكم عايزة حُقَن بقى ومحاليل وجلوكوز وحاجات من دي، وده عمّو ميكي وعمّو اسمه إيه، قولوا معايا يا ولاد. ميكي ومانكي، دول الضيوف بتاعنا في الصالون، بتوع آدم وليلي، بيحطّوهم في الصالون ويعملوهم ضيوف، والنهارده هاحُط لكم أكل، والنهارده أنتم عايزين إيه، والorder اللي أنتم عايزينه، فبيلعبوا معاهم على هذا الأساس يعني. بما إن إحنا ما فيش حد كتير بيزورنا فخلاص هم دول الزوّار بتوع البيت بتوعنا. بس. بُصّوا كان منظر التراب عامل إزاي، بشع. يعني حاجة كده تقولي إيه، إن الست دي ما بتنضّفش، الست دي ما بتعملش، الست دي ما بتخلّيش، ما بتسوّيش، لا والله خالص. بس هو ساعات إحنا فعلًا بييجي لنا أوقات أنتِ مش قادرة تقومي من مكانِك، أنتِ مش قادرة تتحرّكي، ما هو ضغط، 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 بتيجي في يوم وتفصلي. أنتِ ممكن ييجي لِك يوم وتقولي لأ أنا مش عايزة أكلّم حد النهارده، أنا مش عايزة أسمع صوت حد، أنا مش عايزة حد يهوّب من قدّامي، أنا مش عايزة حد يعدّي كده من جنبي ويقول يا ماما، خالص. كلمة ماما دي مش عايزة أسمعها نهائي. يعني إيه، اللي هو إيه تخاطيف، أعرف إن أنتم كويسين خلاص بس، سيبوني بقى النهارده ما حدش يكلمني، شدّوا الفيشة وخلاص على كده. وماما نيوك ما فيش. بس. فقُلت بقى خلاص بقى يعني عيب، عيب بقى ما يصحّش يعني، عمو ميكي وعمو مانكي قاعدين عندنا في الصالون والصالون مش نضيف، ما ينفعش، فقومي بقى يا بنتي يا لولو كده نضّفي واستعدي نشاطِك كده وقوتِك وحيويتِك، وبكرة بقي إيه، ارجعي اهمدي تاني في السرير. والله العظيم كل حاجة والله العظيم بتخلص وبتبقى زي الفل، بس إحنا زي ما قُلنا واحدة، واحدة وكل حاجة بتيجي يعني ورا بعضها، بس أنا عملت كُلّه مرّة واحدة في اليوم ده، لإن أنا كان ورايا حاجات تاني يوم عايزة أعملها. وكمان إحنا في وقت الدراسة بيبقى ورانا حاجات كتير جدًا، سواء بننزل دروس كل شوية، سواء بننزّل تمرين، سواء مش عارفة إيه، ما بيبقاش في وقت خالص، يعني الوقت ضيّق جدًا. يعني ربنا يبارك لنا في الوقت وكده، بس الوقت فعلًا ضيّق جدًا. فما بتلحقيش تعملي حاجة، ويمكن هو ده مثلًا اللي بيسبب مثلًا إن أنتِ في يوم تهملي البيت مش عارفة إيه، ما تعمليهوش الكلام ده كلّه، فبتلاقيه اتطرّب كلّه في ثواني، وأنا عندي التراب ده عايزة أقول لكم أنا باكنس البلكونة والله العظيم 3 كل يوم، يعني تقريبًا كل ساعة تقريبًا بالاقي كمية تراب رهيبة، ما أعرفش التراب ده بييجي منين، بس بصراحة يعني مش عارفة، مش عارفة أعمل إيه، يمكن عشان عايزة أركّب ستارة في البلكونة، فتراب كمية تراب مش طبيعية، مش طبيعية بجد والله كمية تراب رهيبة، رهيبة، رهيبة. بس، فإن شاء الله هاركّب كمان عشان دخول الشتا، فعشان الهوا والكلام ده كلّه، فإن شاء الله نركّب حتى تمنع عننا الهوا شوية. أنا عايزة أقول لكم إن أنا شباك الreception ده أنا تقريبًا قعدت كده
يعني يومين مش بافتحه بسبب التراب بعد ما نضّفت، والله العظيم بجد ليه أحافظ على البيت اللي أنا نضّفته شوية، فخلّيكِ مقفول خلّيك مقفول يا حبيبي لغاية بس ما إيه، أفرح بالبيت شوية، وأنتِ كده بتحسّي كده بثمرة تعبِك، يعني إيه، زي ما بيقولوا بعد ما بتنضّفي يا سلام! الله أنا عملت كل ده! لأ والله العظيم 3 ده تسقيفة، تسقيفة، تسقيفة للبت لولو، تسقيفة مش عارفة لإيه، لأ والله العظيم بجد يعني بتحسّي بثمرة تعبِك فعلًا، وتحسّي إن أنتِ عملتِ حاجة ويمكن بيدّيكِ power إن أنتِ ممكن كمان تقومي تعملي حاجة كمان بعد ما تخلّصي. لو وراكِ مشوار عايزة تخلّصيه بتحسّي إن أنتِ لأ، أنا شِلت من على نَفْسي كتير، وشِلت زحمة كتير من البيت ونضّفت وشِلت وعملت، فلأ أنا ممكن أنزل هارجع على الأقل إن أنا هالاقي البيت نضيف، بس مش نزول لأي كلام ولأ، لو وراكِ حاجة ضرورية بس، وإن أنتِ عايزة تأجّليها والكلام ده كلّه لأ، ممكن لمّا تتنشّطي في البيت فيدّيكِ power أكتر إن أنتِ تعملي حاجات أكتر، بس. ودايمًا إحنا كل حاجة يعني زي ما بنقولوا يعني بنحتسبها ونقول يا رب يعني أجورنا عليها، بس مش أكتر من كده. وأدينا إيه، عايشين وراضيين والحمد لله والدنيا غلاء وإحنا راضيين والحمد لله برضه، وكل حاجة ربنا بيرزق النملة مش هيرزقنا إحنا، فالحمد لله على كل حال، يعني الرزق ده مكتوب عند ربنا، لا حيلة في الرزق ولا شفاعة في الموت، الحاجتين دول الإنسان ما لهمش دخل فيهم أبدًا، لا حيلة في الرزق ولا شفاعة في الموت، يعني ولا الموت ولا الرزق، رزقنا مكتوب عند ربنا حتى لو كنا فين. والموت طبعًا ده مكتوب من أول ما اتولدنا، كل حاجة مكتوبة، رُفعت الأقلام وجفت الصُحُف، فالحمد لله على كل حال، ما دام عايشين وراضيين ومش بنبُص لحاجة غيرنا ونقول عايزين كذا وكذا وكذا، فالحمد لله على كل حال، دايمًا الرضا أهم من أي حاجة، الرضا والله أهم من أي حاجة في الدنيا، أحلى حاجة في الدنيا هي الرضا، فخلّينا راضيين، حامدين ربنا، شاكرين فضله، يعني ألف، 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 ألف حمد وشكر يا رب على كل نعمة، والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله طبعًا دي أهم نعمة تصحي من والحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا ورد عليَّ روحي وأذن لي بذكره، فالحمد لله على كل حال، والحمد لله وما نبصش لحاجة غيرنا وراضيين، فالحمد لله الدنيا دايمًا بتديم، وبتبقى العيشة حلوة، ما بيبقاش فيها كرب، ما بيبقاش فيها الكلام ده كله، وما بيبقاش فيها فلانة وعلانة والكلام ده كله. والله دايمًا كنت باقول أيام بقى طبعًا قبل ما أتجوّز والكلام ده، كنت باقول إيه، لأ مش عارفة إيه، لازم نغيّر الصالون، لازم نجيب مش عارفة إيه، لازم نعمل هنا، لازم مش عارفة إيه، والله العظيم 3 فجات مرات خالي ربنا يدّيها العمر والصحة وطولة العمر يا رب ويحفظِك يا حبيبتي لينا ويخلّيكِ كده يا رب وما نشوفش فيكِ أي مكروه، فجات قالت لي: "لا اوعي تقولي كده، عمر البيت أبدًا، أبدًا ما كان بأساسه، البيت دايمًا بناسه، الناس اللي فيه هي اللي بتحلّي البيت، حتى لو كانت كنبة واحدة." حتى لو كان كرسي واحد، حتى لو كان إيه، الدفا والحب اللي في البيت هم اللي بيحلّوا البيت، والله العظيم ما بأساس ولا بصالون فخم ولا بالكلام ده كلّه، ولا بسفرة فخمة ولا بالكلام ده كلّه، أبدًا، أبدًا عمرها ما كانت كده، الحياة دايمًا بالحب اللي جواه، بالطيبة، بالحنان، بالحاجات الحلوة، بالعِشرة الحلوة الطيبة، بكل حاجة، إن أنا أخاف عليكِ وتخافي عليَّ، الكلام ده كلّه، كل ده أهم من أي شيء. وأنتِ لو عندِك كنبة واحدة زي ما باقول لِك أو الكلام ده كله وبيتِك نضيف، يا سلام! والله العظيم كإنِّك عايشة في قصر، والله العظيم ما كلام، بس كإنِّك فعلًا عايشة في قصر، راحة نفسية فظيعة، النضافة دي بتدّي راحة نفسية غير طبيعية، حتى لو كان إيه، ما فيش حاجة في البيت خالص والبيت نضيف وزي الفل خلاص، الدنيا بُصّي كده تمام التمام، مش عايزة حاجة من الدنيا، كفاية إن إحنا بنحط راسنا بالليل على المخدة وبننام بدون أي شيء. وخلّيكِ عارفة إن أنتِ بتاخدي حقِّك في الدنيا تالت ومتلت، ما حدّش بياخد أزيد من حد، كل واحد عنده حاجة أكيد مش عند التاني، وكل واحد ناقصه حاجة بتبقى معوّضاها حاجة تانية، يعني أنا عندي ولاد في ناس عندها مال، في ناس عندها مش عارفة إيه، ففي حاجة لازم معوّضة حاجة، ما فيش حاجة في واحد عنده فلوس وعيال بس مش مرتاح، نفسيًا مش مرتاح، بيحط راسه على المخدة بيقوم تعبان مش عارف ينام، الدنيا كلّها حواليه قلق، في قلق، في قلق، فوإحنا في كرب اليومين دول، إحنا عارفين إن إحنا في كرب والدنيا غلا والكلام ده كلّه، بس أدينا عايشين وبنستحمل، ربنا الرزاق، فربنا اللي بيرزق مش إحنا اللي بنرزق، فالدنيا كلّها سيبيها وارمي توكالِك على الله، هتمشي وتبقى زي الفل، والله العظيم 3 ما فيش أحلى من رمي الحمول على ربنا، يعني بُصّوا مش قادرة أقول لكم سيبي كل حاجة على ربنا وخلّي ربنا هو اللي يختار لِك مش أنتِ اللي تختاري، ما تزعليش أبدًا على حاجة راحت منِّك، ما تزعليش أبدًا على حاجة كنتِ عايزاها وما جاتش،
أكيد ده كان اختيارِك ما كانش كويس، فربنا ما وفّقكيش فيه، ما بالِك بقى اختيار ربنا سبحانه وتعالى. فدي أعظم حاجة، أعظم حاجة في الدنيا، إن اختيار ربنا سبحانه وتعالى هو أحلى اختيار في الدنيا. يعني دايمًا تفرحي إن أنتِ عُزتِ حاجة وربنا ما عطاهالكيش، لأ ده أنت يا ربي ده أنت حرمتني من حاجة أنا عايزاها، يبقى أكيد مش خير ليّا، فأنا راضية باختيارك، فاختيارك أنت أعظم اختيار. فسيبي كل حاجة على ربنا، وسيبي كل حاجة كده يعني تمشي والأمور تمشي يعني كده بتُكالها كده على ربنا وأنتِ صافية النية وقلبِك كده أبيض من جوّه، ودايمًا في بالِك إن ربنا هيرزقِك وهيدّيكِ وهيعطيكِ وهيحافظ عليكِ وكل حاجة، والله العظيم الدنيا هتتستر معاكِ وهتبقى زي الفل. في ناس ما عندهاش الكلام ده كلّه، في ناس لأ عايزة كل حاجة، عايزة تعيش في الدنيا تملك كل حاجة، كل حاجة أيًا كان، كأن الدنيا دي دار مستقر ليها. يا جماعة الدنيا دي دار مَمَر، إحنا عايشين فيها فترة وكل واحد هيروح لدار المستقر بقى اللي هي الآخرة، فإحنا نعمل لآخرتنا وخلاص يعني، وأدينا عايشين بما يرضي الله والحمد لله على كل حال، وبنحمد ربنا والكلام ده كله، ونربي عيالنا كويس، نربي عيالنا على القناعة إن هُم من أقل حاجة بسيطة فبيقولوا الحمد لله على كل حال، دايمًا يحمدوا ربنا على كل نعمة موجودة في إيديهم، في غيرهم بيتمناها، وفي غيرهم يتمنى العيشة اللي هُم عايشينها، وفي غيرهم يتمنى الحياة اللي هُم بيحلموا بيها، فأنت ده كفاية بس إن أنت بتحلم، بس. ففي ناس والله العظيم 3 بتتمنى العيشة فعلًا اللي أنتِ عايشاها، الكلام ده كله رغم إن هي مش عاجباكِ، أو إن أنتِ بتتنمردي عليها أو أنتِ مش عايزاها، بس لأ في ناس فعلًا بتتمنى الحياة اللي أنتِ عايشاها دي، بتتمناها لو لحظة، يعني فاهمين قصدي إزاي؟ والله لو لحظة، فإحنا نقول الحمد لله على كل حال، والحمد لله في كل وقت وكل أذان. والحمد لله إن إحنا يعني زي ما قُلت لكم مسلمين وكفى بيها نعمة، دي أكبر نعمة في الدنيا، بس. فالدنيا دي لسه بخير، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: "الخير في وفي أمتي ليوم الدين." ففي خير برضه في الدنيا، زي ما في ناس وِحشة في خير في الدنيا، وفي ناس كويسة، والله بتلاقيه، اللي بيعمل خير بيلاقي الخير، كل واحد بيعمل حاجة في الدنيا دي بتقعد له. عملتِ خير هتلاقيه، هتلاقيه مش شرط تلاقيه في نفس الوقت لأ، هتلاقيه في ولادِك، هتلاقيه في صحتهم، هتلاقيه في صحتِك، هتلاقيه في صحة جوزِك، هتلاقيه في بركة في بيتِك، هتلاقيه الكلام ده كله، كل ده والله العظيم يعني مش قادرة أقول لكم، اعملي الخير وارميه، ارميه زي ما بيقولوا، وما تقوليش عليه، يعني اعملي الخير وما تقوليش عليه، سيبيه بقى، أنتِ بقى كده إيه دي أحلى تجارة مع ربنا، أحلى تجارة مع ربنا، جبر الخواطر والخير والكلام ده كله. فيعني اجبري بخاطر اللي قدّامِك، أبدًا ما تسيئيش ليه، أبدًا ما تقوليش إيه اللي أنت بتعمله ده، أبدًا مش عارفة إيه الكلام ده كلّه، ما تقلليش من اللي قدّامِك أبدًا، لأ أبدًا، والله العظيم 3 فربنا هيدّيكِ على كل كلمة بتقوليها هيجازيكِ عليها. ما يلفظ من قول إلا ولديه رقيب عتيد، يعني كل حاجة إحنا بنقولها وفي حواليها ملايكتها وكل حاجة بتتكتب، كل حاجة بتتكتب، ما فيش حاجة إحنا بنقولها إلا ولازم وراها زي ما بيقولوا كده مراقبة، يعني نعمل كل حاجة كده بما يرضي الله عشان ربنا يدينا ويحافظ على بيتنا ويحافظ على ولادنا والكلام ده كله. المهم بقى الست لولو شُفتوا عملت إيه، خلّصت البيت الولية الreception أهي، شاطرة يا بنتي يا لولو، وخلّصت كمان السفرة مع إني كنت قُلت لأ خلاص بقى يعني إيه، أنا كنت هلكت لإن زي ما باقول لكم طلّعت الشتوي وطلّعت حاجات كتير وعملت حاجات كتير اليوم ده، فقُلت لأ خلاص بقى أنا مش هاعمل الreception خلّيني بقى إيه، هاعمل الصالون بس وبقيته هاعمله بكرة الصبح أول ما أصحى إن شاء الله من النوم، فقُلت لأ خلاص، يالّا يا كبيرة، يالّا يا كبيرة، كبيرة قامت خلاص، قُمت بقى قُلت لأ، ده لازم كل حاجة تتعمل، مش هينفع الكلام ده خالص، فقُلت لأ خلاص يالّا، على بركة الله النهارده فينا صحة، بكرة مش عارفين فينا إيه، فإحنا كده والّا كده هنتكسّح يعني وقاعدين اليوم اللي عملناه في كُلّه نشاط ده هيطلع علينا تاني يوم، بس الحمد لله يعني. بس وأدينا بقى إيه، قُلنا بقى إيه، يعني بالمرّة، خلاص طلّعنا كل حاجة بالمرّة، زي ما قُلنا بيبقى في ظروف، إحنا بننزل دروس مش عارفة إيه، تمرين مش عارفة إيه، الكلام ده كلّه، فكل ده بياخد من وقتنا، فبيبقى في أيام فعلًا مش عارفين نتنفّس فيها ومش عارفين نعمل فيها حاجات كتير، يا دوبك إن إحنا بنعمل الغدا وخلاص على كده، مش أكتر من كده. وكمان والله العظيم بتبقي تتمني إن أنتِ يكون عندِك غدا جاهز علشان ما تعمليهوش، فاهمين قصدي؟ فالدنيا مع كل الناس كده، مش معانا إحنا بس، يعني كل الناس في المدارس مش عارفة إيه، في الدروس، في الكلام ده كله، فربنا يعين كل واحد على بيته يا رب وعلى ظروف أسرته ويديكم ويعطيكم يا رب يعني الواحد بيتمنى
لغيره زي ما بيتمنى لنفسه بالضبط. اتمني دايمًا لغيرِك زي ما بتتمني لنفسِك، هتلاقي ربنا بيدّيكِ من أوسع أبوابه، والله العظيم 3. يعني دايمًا قولي يا رب حقق لكل واحد الحاجة اللي بيتمناها، يعني اللي هو عايزها لو كانت خير ليه. دايمًا قولي يا رب اختار لي ولا تخيّرني، خلّي ربنا هو اللي يختار مش أنتِ اللي تختاري. بس في أي صلاة بتقوليها اسجدي واركعي وقولي يا رب، يا رب اختار لي ولا تخيّرني، خلّي الخيرة دايمًا اللي يختارها لِك ربنا، الخيرة فيما اختاره الله. دايمًا بُصّوا عم مانكي قاعد أهو في الصالون مأنتخ والله العظيم مش عارفين نروح فين في البيت من مانكي وميكي دول، والله مونسينا يا جماعة والله العظيم مونسينا، عاملين لنا حِس في البيت. بس رصينا بقى كل حاجة ومسحنا التراب كده والدنيا بقت فُلّة، 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 وفرشت البتاع وعلى فكرة الفازة دي بتاعة ماما، كل شوية تقول لي حافظي عليها عشان دي كريستال، مش عارفة دي جاية لي منين، جاية لي من العراق. حافظي على طقم اللي هو بتاع روميو وجولييت، تقريبًا روميو وجولييت ده موجود في كل بيت والله روميو وجولييت ده، فحافظي عليه بس خلّي بالِك روميو وجولييت ده مش اللي هو العادي ده البارز، أقول لها ماشي يا ماما حاضر. خلّي بالِك ده مش عارفة إيه، ده جاي لي من العراق، أقول لها ماشي يا ماما حاضر. ده مش عارفة إيه لمّا خالِك كان فين كان جايبه لي، أقول لها ماشي يا ماما حاضر هاحافظ عليه. كل أمّا تيجي بقى وتلاقي آدم وليلي آدم وليلي ماسكينها يا لهوي حاجتي بقى أنا محافظة عليها العمر ده كله، وفي الآخر تيجوا أنتم تمسكوها تبقى يا عيني قلبها هيُقع منها وهُم ماسكين الحاجة، والّا هُم مثلًا وقعوا واتخبطوا والكلام ده كله، لأ، لأ والنبي حافظوا على حاجتي، حافظوا على حاجتي، أقول لها: "ما خلاص خديها بقى ماما مش كل شوية هتذلينا." تقول لي: "لأ بس والنبي بالله عليكم حافظوا على الحاجة، أنتم مهملين." أنا ما باحبش الإهمال، ما باحبش مش عارفة إيه، الكلام ده كله. بس، فوالله العظيم أكتر الحاجات تلاقوها عندي تلاقوها بتاعة ماما، يعني هي مدياها لنا كده وساعات إيه، كانوا خالاتي أو ماما أو كده يقسّموا علينا الأطقم بتاعتهم، يعني كل واحد ياخد طبقين، كل واحد ياخد 3. الحاجات بتاعة زمان دي لا تُعوّض، جميلة أشكالها كمان مش موجودة دلوقتي، يعني أنا متهيأ لي روميو وجولييت ده مش موجود دلوقتي يعني يعتبر يعني من الحاجة الأثرية، عارفين اللي هُم إيه، في بازار، بيتباعوا في بازار أو الكلام ده كله. بس يعني كل حاجة دلوقتي موجودة، بس عايزة أقول لكم الفازة اللي على السفرة دي بتاعتي عادي، بس الفازة التانية بتاعة ماما كريستال، فهي تخلّي بالِك منها عشان دي كريستال، فأقول لها حاضر ماشي، والله العظيم 3 حاطاها ويعني مش قادرة أقول لكم إيدي على قلبي، خايفة لا تتكسر، خايفة يجرى لها حاجة، خايفة يحصل لها حاجة، تقعد تزعق وتقول لي يا حاجتي باظت، حاجتي ضاعت، حاجتي مش عارفة إيه، طب هاتوا حاجتي تاني بس. فالحمد لله يعني، الحمد لله ربنا يبارك في عمرهم يا رب ويديهم الصحة ويديهم ألف عمر على عمرهم، اللهم آمين يا رب، يديهم الصحة آمين والعافية يا رب، ويفرّح كل إنسان بأولاده كده، واللي نفسها تخلِّف يا رب تخلِّف، طلّعي عينيكِ يا حبيبتي، وأهم حاجة الBaby يبقى سليم معافي يا رب، معافي في جسده ومعافي في سمعه ومعافي في بصره، كل اللي نفسها في Baby ربنا يا رب يدّيه لها يا رب، اللهم آمين يا رب العالمين، ما يحرمش حد أبدًا من الخلفة، لإن المال والبنون زينة الحياة الدنيا، يعني دول أحلى حاجة في الدنيا، إحنا بنتعب مش عارفة إيه، بس والله لو تتخيلي إن هُم كده يمشوا يوم من البيت، هُم أحسن حاجة في البيت، يعني البيت يبقى فاضي وساكت وما فيهوش حِس وما فيهوش صوت وما فيهوش الكلام ده كلّه، لا بالعكس أنتِ كل شوية بس يا بنتي، بس يا ابني، بس يا حبيبي، بس يا حبيبتي، لأ والله دي نعمة، والله العظيم بجد نعمة، إحنا بنتكلّم ونقعد أقول مش عارفة إيه، أنا زهقت، أنا تعبت، أنا مش عايزة ما حدش يقول يا ماما، ما حدش يتكلّم، ما حدش مش عارفة يعمل معايا إيه، خلاص بنفصل بس ما تقدريش تستغني عن وجودهم في الحياة ولا في الدنيا ولا في البيت، حسّهم في البيت حاجة تانية، حضنهم في الآخر يعني بالدنيا وما فيها والله العظيم 3 يعني تخيّلي كده لو طفل مثلًا أو عيّل من ولادِك كده فيه أي حاجة، تحسّي إن أنتِ اللي قلبِك اللي تعبان، روحِك اللي تعبانة، والله العظيم بجد يعني، ربنا يحفظهم يا رب ويديهم الصحة يا رب وما يحرمش أي حد من نعمة وبس مسحنا بقى كده كل الحاجة مسحنا بقى الخشب كده بخل وسبرتو أبيض ومَيّة كلّه بالتساوي، دي كانت قايلاها تقريبًا شيماء رسلان، ربنا يديها العمر يا رب والصحة ويحافظ لها على بنتها اللهم آمين يا رب. بس بصراحة بتخلّي الخشب يعني تحفة، 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 بس الخشب اللي هو البني المَط ده مش اللي ما فيهوش لمعة خلاص، مش الأبيض والكلام ده كلّه. فالخلطة دي حلوة جدًا، جدًا، جدًا بصراحة والله باحس إن يعني الخشب رجع تاني كده زي ما كان كده جديد، يعني حتى الحاجات اللي هي بتبقى الفُرَم والحاجات اللي موجودة في الخشب دي بيبقى صعب إن أنتِ أصلًا ت تمسحيها، بتبقى من جوّه كده مليانة تراب مش عارفة إن أنتِ توصلي لها أصلًا، فبمجرد ما تطبخي بَخّة من البخاخ ده بترجع تاني زي الفل وما فيهاش أي حاجة.
تمام. بس مسحنا بقى كويس جدا جدا جدا، خلينا العفش ده جديد بيلمع بيبرق، يعني مش قادره اقول لكم كانه والله العظيم لسه جايباه من عند الراجل. وهي كتر النقل اصلا بيبوظ العفش، يعني انا بنقل كتير جدا، فوالله العظيم الحاجه كلها بتاعتي باظت، ما كانتش كده خالص خالص. العفش بيبوظ جدا 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 من كتر النقل. يعني انصحك نصيحة والله بجد، ما تنقليش كتير. انا بقى من الناس اللي بنقل كتير. عملت زي فيلم، ما انا كل مرة بهرب. انت بتهربي؟ اه انا بهرب ياما. انا كل شوية بنقل. فعايزة اقول لكم والله العظيم بجد يعني، نصيحة ما تتجوزيش ابدا ابدا في شقة ايجار ابدا، نصيحة من اختك يعني. خليكي كده حبيبتي، يجيب لك شقة تمليك حتى لو صغيرة، والله العظيم بجد مش مشكلة خالص. بس ما تسكنيش ابدا في ايجار يعني. خليكي دايما 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 ناصحة كده وواعية، ما تقوليش مش عارفة ايه وهتموتي على الجواز. لا يا اختي، هتطلي بالابيض وتطلي بكل حاجة وهتتمرمطي بعد كده. بس فخليكي في شقة تمليك كده معززة مكرمة، حتى لو والله صغيرة جدا. استني شوية، ما تستعجليش، وخدي كده شقة تمليك حتى لو كانت صغيرة. بلاش كتر النقل في العفش، والله العظيم بيكسروا بيكسروا، بيبهدل العفش كأنك بصي يعني جايباه من الشارع. حياة ربنا بجد والله عن تجربة. يعني بيخلي منظره ومخربش، واللي تحسي ان هو كسروه من حتة، في فورمة وقعت مش عارفة منين، في حاجة وقعت مش عارفة منين. فتحسي ان الدنيا كده كلها اتبهدلت، والدنيا كلها في ايه يا جماعة؟ والعفش ايه اللي حصل له؟ ايه اللي جراله؟ حتى لو ونش، والله العظيم ثلاثة. والله انا كنت ناقله في ونش، وعايزه اقول لكم ان السجاد كله شحم. جه منين معرفش، رغم ان انا كنت غاسله كل السجاد وماشيه بيه كله مغسول. والله العظيم لو اوريكم كميه السجاد اللي اتملت شحم، والله العظيم ثلاثة، مش قادره اقول لكم، يعني حاجه تحزن وتزعل. بس الحمد لله يعني، على كل حال الحمد لله. خلصنا كده السفره، فرشنا كل حاجه تاني، رجعناها زي ما كانت الاول. والدنيا كده شفتوا كانت الاول عامله ازاي، وبعد كده عامله ازاي. يعني راحه نفسيه بعد كده ما بعدها راحه. والله العظيم بجد تحسي ان الدنيا كده ايه، اتنفست يعني. وانتي اتنفستي مع الدنيا، والتراب اتشال والغبره اتشالت والكلام ده كله. كل ده بيسبب يعني مود وحش جدا جدا طول اليوم، لما تلاقي كده كل اللي حواليكي مكركب وكل اللي حواليكي تراب. بيديكي كده طاقه سلبيه مش حلوه خالص. عطرنا بقى الدنيا كده بعد ما خلصنا، انها بقى البخة التمام والرشة الحلوة، ومية مية كده الدنيا بقت فل 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 فل. يعني مفيش حاجة تاني، مفيش كلام بعد كده. كده يعني عملنا اللي علينا وزيادة زي ما بيقول. واتنشطنا، وزي ما قلت لك حطي هدف كده في يومك من الاول، هتلاقي نفسك ان انت ايه، خلصتيه والدنيا بقت تمام التمام ومفيش اي حاجة وراكي. والنهارده هخلص كذا يبقى هخلص كذا، خلاص ما دام حطيتي هدف في بداية يومك، خلاص الدنيا كده هتنضف معاكي وتبقى فل، ما فيهاش اي حاجة خالص. شايفين الدنيا راقت؟ شفتوا كانت الاول عامله ازاي، ودلوقتي بقت عامله ازاي، بقت حاجه تانية. شقه مين دي؟ مش عارفه. كانت الاول الغسيل هنا والحاجه هنا والمطبخ هنا، يعني تقريبا المطبخ كان في الصاله. وحاجات كتير والله العظيم بجد مش عارفه ايه ده. انا فرشت بس الكفر اللي على الارض ده عبال ما اجيب سجاده من جوه نفس المشايه اللي جوه في الصالون. ودول بتوع ماما برضو، يعني اخدتهم من ماما. بس بس كوبايه القهوه بقى المتينه بعد ما اخلص كل ده، لان خلاص كده الواحد فصل بصراحة، وخد ايه، جيم اوفر زي ما بيقولوا. خلاص الماتش كده بالنسبة لي خلص. اروح كده على المطبخ اعمل كوباية قهوة، واروح بقى ايه اركن لي في اي ركن على جنب، واقعد واشوف ايه بقى اللي هيحصل تاني، واشوف بكرة هعمل ايه والكلام ده كله. بس ادي لنفسك راحة يوم بعد يوم، بلاش كله ورا بعض. يعني زي ما بقولك حددي هدف يوم بعد يوم، مش كله ورا بعض عشان ما تتعبيش. برضو ان لبدنيك عليك حق. فخليك دايما جسمك مرتاح وانتي شغاله وانتي مش تعبانه. اه احنا بنشقى ونتعب، بس ايه برضو بندي لجسمنا ايه قسط كده من الراحه، علشان خاطر يبقى الدنيا حلوه معانا، ما نقعش مره واحده زي ما بيقولوا. خلاص ربنا يديكم الصحه والعافيه يا رب، ويعينكم على بيوتكم، ويعينكم على اولادكم، ويعينكم على كل حاجه موجوده في الدنيا والحياه. ربنا يديمكم يا رب نعمه في كل حاجه. وعملنا كوبايه القهوه بتاعتنا الحلوه دي، اللي هي تظبط بقى وتعدل الدماغ بعد اليوم الطويل الصعب ده كله. وفي الاخر خلاص كده بقى ايه، خلص الفيديو معانا. وطبعا ايه ما تنسوناش طبعا في اللايك، اهم حاجة اللايك، لان ده بيدعم القناة جدا وبيدعم الفيديو جدا وبيخلينا نستمر ونكمل.
فاشوفكم على خير في فيديو جديد، ولو اول مره بتشوفوني طبعا لايك وشير وسبسكرايب للقناه. مع الف سلامه حبايبي.